فعاد كثيبا أهيل. فقلت يا رسول الله ائذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ قالت عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج. فقلت طعيم لي طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم هو؟ فذكرت له، فقال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام كثير طيب. ثم قال صلى الله عليه وسلم قل لها لا تنزع البرمة، قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من فوق التنور حتى آتي. فقال قوموا إلى بيت جابر. فقام المهاجرون والأنصار ومن معهم إلى بيت جابر رضي الله عنه وأرضاه، وهم لهم 3 أيام لم يذوقوا فيها شيئا من الطعام. قال جابر فاستحييت حياء لا يعلمه إلا الله. فركض جابر رضي الله عنه وأرضاه إلى بيته ودخل مذعورا على زوجته فقال ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم، وكانوا ما يقارب 800 رجل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادخلوا ولا تضاغطوا، وقال ادخلوا ولا تضاغطوا، فكانوا يدخلون 10 وجعل صلى الله عليه وسلم يكسر الخبز ويضع عليه من اللحم حتى شبعوا. وبقي في القدر بقية، وبقي في القدر بقية. وليست هذه المبادرة والمسارعة يا عباد الله في وسط الرجال فقط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان لنساء الصحابة رضي الله عنهن مواقف مشرفة في سرعة الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ففي سنن أبي داود لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما من المسجد فوجد الرجال والنساء قد اختلطوا في الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم للنساء تأخرنا، ليس من حقكن وسط الطريق. فكانت الواحدة منهن إذا خرجت من بيتها امتثلت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يبادرون بالأعمال الصالحة، فقد كانوا كذلك يبادرون بالتوبة والعودة إلى الله جل جلاله إذا سقط منهم أحدهم في معصية. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاص الناس حيصة، أي فر بعض الناس، وكنت في من حاص. فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا لو دخلنا المدينة فبتنا، ثم قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. فأتيناه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الغداة، فخرج فقال من القوم؟ قلنا نحن الفارون يا رسول الله. فقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بل أنتم العكارون. قال عبد الله فأقبلنا عليه حتى قبلنا يديه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وأما ماعز رضي الله عنه وأرضاه فقد كان شابا صالحا فأغواه الشيطان حتى قارف فاحشة الزنا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمعصية تحرق قلبه، فقال يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع وتب إلى الله. فذهب ثم رجع ولا تزال المعصية تحرق فؤاده
فلما رجم رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنه لينغمس في أنهار الجنة، والله إنه لينغمس في أنهار الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم للصحابة بعد ذلك: من اقترف شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عليه، فليستتر بستر الله عليه، أي فليتب بينه وبين الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.